السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا تعالوا قراءة خفيفة ظريفة لطيفة زيكم يا أغلى الغاليين. ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، ودايما أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. وعايزة أشكركم كلكم على دعمكم ليا وللفيديوهات وللقناة، وبشكر من كل قلبي الناس اللي بتدعم القناة ماديا من خلال خدمة سوبر سانكس. بجد أنا متشكرة لكم جدا. تقدير انا ما طلبتوش، فعشان كده غالي عندي قوي، غالي عندي قوي 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 ان انا اتفاجئ ان في اكتر من حد بيدعم القناة ماديا. وانا والله ما كنت اعرف، يعني انا اتفاجئت بالدعم ده. سبحان الله، لقيت اكتر من حد بعت لي، يعني في ناس انا مش عارفة مين هي للاسف، فسامحوني لو انا مش عارفة اوصل للناس واشكرها بالاسم، لكن اكيد امتناني وشكري واصل ليكم. هنبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين، هنصلي على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله اللطيف. بسم الله اللطيف، بسم الله اللطيف، بسم الله اللطيف. القراءة النهاردة هتكون مجموعة من الرسائل من قلب وعقل الشخص اللي انت بتفكر فيه واللي بيفكر فيك. استحضر الشخص قدامك، ردد اسمه، تخيله قدامك، وطاقة الفيديو مفتوحة. من وقت ما تشوف الفيديو اعتبر ان دي رسائل من الشخص اللي انت بتفكر فيه وقت ما فتحت الفيديو. يلا نبدأ ونشوف قراءتنا. طبعا القراءة تكون بأول حرف من اسم الشخص اللي انت بتفكر فيه. اما لو حابب تختار على حسب الأحجار، فالمجموعة الأولى هتكون بالحجر الأزرق، المجموعة التانية هتكون بالحجر الريمبو. لو على حسب أول حرف من اسم الشخص اللي انت بتفكر فيه، لو أول حرف من اسمه ألف س ه د ع ج ط نون ب كاف ح ر ظ ف ي، فانت من أصحاب المجموعة الأولى. ولو أول حرف من اسم الشخص ت خ م ث ذال زي ضاد ش صاد غين قاف لام واو، فانت من أصحاب المجموعة التانية وهتنتظرني قليلا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف طاقة الشخص ده. مش عارفة الحروف كده هتبقى باينة ولا لا، مش هتنفع. حبيت احط لكم الحروف، عايزة ابقى اجيب كروت اكبر واخلي الحروف تبقى واضحة طول القراءة. يلا نقول بسم الله. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اول حرف من اسم شريكك الف س ه د ع ج ط ن ب كاف ح ر ظ ف ي. لو اول حرف من اسمه في المجموعة دي، يلا نشوف ايه الرسائل اللي عايز يبعتها ليك يا صاحب المجموعة. ايه ده؟ في ايه كل ده؟ ده زعلان ولا انت اللي زعلان منه ولا ايه بالظبط؟ مين فيكم اللي زعلان قوي كده للدرجة دي؟ انت مزعله يا صاحب القراءة؟ انت اللي مزعل الشخص ده ولا ايه؟ بسم الله بسم الله. طاقتك وطاقته وطاقة العلاقة.
العلاقة دي فيها مشكلة ثقة، في مشكلة ثقة في العلاقة دي. انا شايفة ان انتوا الاتنين بتشكوا في بعض. طبعا انتوا ممكن تجاروا الفيديو، ما تحضروش او نطوا الكروت. طيب اصحاب المجموعة الاولى، انا عايزة اقول لكم طاقتك انت يا صاحب القراءة، انت بتحاول تستقوى، بتحاول تداري احتياجك واشتياقك للشخص ده، بتحاول تبين ان انت تخطيت العلاقة دي، وان انت قدرت تروض نفسك وقدرت تتحكم في مشاعرك وتسيطر عليها وتتخطى الشخص ده نهائي. لكني شايفاك انك الى الان مازلت تنتظر الشخص ده. مش تنتظره، الشخص دوت كان امنية بالنسبة لك. الشخص دوت اول انت ما شفته حسيت ان انت الدنيا مدت لك ايديها من جديد، الحياة ابتسمت ليك من اول وجديد. حسيت ان انت وجدت نفسك اللي انت كنت بتدور عليها طول عمرك وما كنتش لاقيها. حسيت مع الشخص ده ان حياتك هتنتقل لوضع افضل. الشخص ده كان سبب ان انت ثقتك في نفسك زادت اكتر. حسيت ان انت لأول مرة بتآمن لحد، بتطمن لحد، وما بتعملش حساب لكلامك وانت مع حد. يعني ما بتكونش حريص او مش خايف، كنت تلقائي جدا معاه، كنت عفوي جدا معاه، كنت حاسس ان انت بتتعامل مع نفسك مش شخص بعيد عنك. حسيت ان انت تعرفه من زمان، حسيت من اول لحظة شفته ان هو ده الامنية اللي انت ما كانش عندك القدرة انك تتمناها، لان عارف ان الحياة مش هتهديك حاجة زي دي. لكن لما شفته لقيت ان احلامك كلها و... وامنياتك كلها اتحطت في شخص واحد بس، وهو الشخص ده. لكنك في الوقت الحالي ماسك على مشاعرك، بتتحكم في نفسك، بتحاول تخفي احتياجك واشتياقك، وان انت بتتمنى ان الشخص ده يكون قدامك، وانك تستعيد المشاعر اللي انت كنت بتعيشها مع الشخص ده، وبتتمنى بكل ما فيك. نفسك في رجوع، نفسك في عودة، نفسك تشوف الشخص ده بالصورة الأولى اللي انت عرفته بيها، مش بعد المشاكل اللي حصلت. بتتمنى لو الدنيا ترجع تاني والزمن يرجع تاني بيك، وتلتقوا زي أول مرة شفتوا بعض فيها، وتقدروا انتوا الاتنين تاخدوا العلاقة دي أو تقودوها لوضع غير خالص اللي انتوا مشيتوا بيه. يعني عايزين، أو انت صاحب القرار، ان دي طاقتك انت، عايز الزمن يرجع بيك وتتقابل مع الشخص ده وتعيش نفس المشاعر اللي عشتها أول ما شفته وفي أول العلاقة، ولكن تبدأ توجه العلاقة في حتة تانية خالص عشان تفضلوا مع بعض وما يحصلش بينكم الفراق اللي حصل أو المشاكل اللي حصلت. فأنا شايفاك بتسيطر، بتتحكم، بتداري، بتخفي، بتحاول تتعايش مع حياتك او تتعايش في وضع انك بتعود نفسك ان الشخص دوت ما يكونش موجود فيها. يعني انت بتحاول انك تعود نفسك، لا احنا هنعيش وانا هتعايش مع ألمي وهتعايش مع وجعي، وهبدأ اسيطر وهظهر غير اللي جوايا، لكني هعود نفسي زي ما انا اتعودت على وجوده. انا هعود نفسي على انه مش موجود، هعود نفسي على اني محتاجلوش،
هتتعايش مع ألم الحنين والاشتياق. والمنكم اللي حول الطاقة دي لطاقة محبة للشخص ده وهو بعيد، وبترسل له طاقات حب، وبترسل له طاقات سلام، وبترسل له دعوات انت بتدعي له يا صاحب القراءة. انت مش قادر تكرهه، قلبك ما بيدعيش عليه، قلبك مش زعلان منه، زعلان من المواقف اللي حصلت بينك وبينه. واذا كنت بعدت من العلاقة دي فانت بعدت لانك تعبت من الاذى اللي بيقع عليك من تصرفات الشخص ده اللي انت ما تستحقهاش. اما انت بعدت لانك كرهته، انت ما كرهتوش، انت ما زال الشخص ده بالنسبة لك امنية، وتتمنى انك تمتلكها، وتتمنى ان انت تكون معاه عمرك الباقي. لكن عايز تكون معاه بطريقة مرضية ليك وله. انا مش شايفاك اناني، يعني مش شايفاك عايز العلاقة تمشي زي ما انت عايز، لا، انت عايز العلاقة تمشي بالوضع اللي يخليكوا انتوا الاتنين مبسوطين وسعداء، بتحافظوا على بعض، بتراعوا بعض، بتحاولوا ترضوا بعض، ونعيش اجمل لحظات حياتنا، ونجسد بقى احلامنا مع بعض، ويبقى لينا حياة ولينا طريق واحد، لينا بيت واحد، لينا اولاد. امنية. طاقة الشخص ده في الوقت الحالي، الشخص دوت متمسك برأيه، وفي نفس الوقت متمسك بيك، وما عندوش استعداد ان هو يسيبك، وما عندوش استعداد انه يضحي بيك. لكني شايفاه انه نتيجة لبعض المواقف او التصرفات اللي حصلت بيحاول يعيشك احساس ان انا مش موجود. الشخص ده بيتعمد الاختفاء، يعني بيتعمد انه يختفي عنك، بيحاول يظهر لك ان هو مش مش بيفكر فيك، مش بيفتكرك، ان هو ادى ظهره للعلاقة، وان هو بدأ يبص لحياته، وان هو بدأ يبص لنفسه، وان هو بدأ يعيش حياته زي ما هي. لكن انا عايزة اقولك الشخص ده حاليا الطاقة الأنثوية فيه، سواء هو راجل أو ست، فالطاقة الأنثوية أعلى من الطاقة الذكورية، فهو عنده حنين واشتياق يمكن أكتر منك. أنت قادر تسيطر، فأنت قاسي على نفسك، هو مش قادر يكون قاسي على نفسه. هو معترف لنفسه وعارف وواثق ومتأكد أنه ما يقدرش يبعد عنك، ما يقدرش يستغنى عنك، ما يقدرش يبص لحد غيرك. لكنه بيحاول في الطاقة دي أنه يعلمك ان اللي انا بعمله ده انت عيش من غيري، جرب تكمل حياتك من غيري، جرب تشوفني وانا عطيك ظهري، جرب تشوفني. بيحاول يعاقبك، لكني شايفاه اللي هو الصمت العقابي. الشخص دوت شخص واثق من نفسه جدا، شخص بيحب نفسه قوي، بيحب اللي يقدره واللي يميزه واللي يديله قيمته، بيحب دايما يكون هو محور الكون لكل الكون، مش ليك انت بس. فبما ان انت الوحيد اللي هو اختاره حبيب، فلازم انت تكون اكتر حد بيميزه عن كل الناس دي. كل اللي هو كان عايزه منك انك تحسسه ان مفيش في حياتك غيره، عايز يحس يبقى هو الاول، هو الاخير، وهو اللي في نص يومك، وهو اللي تبدأ بيومك ولا بتنهي بيومك، هو اللي وقت ما يبعت لك رسالة تكون ماسك التليفون عشانه، يتصل بيك تقول الو، عايز يشوفك يبقى حاضر، عايز اتكلم معاك حاضر، عايز اتكلم انت تسكت هو يتكلم، انت ما تتكلمش وقت ما انت تحب تتكلم. والله لو هو قادر انه يسمعك تمام، مش قادر خلاص. فهو طاقته الحالية ان هو بيحاول يعند معاك وبيتظاهر بانه مشغول عنك، لكني بأكد لك ان هو مشغول بيك عنك. الشخص دوت بيشك فيك يا صاحب القراءة، حاسس ان انت في اشخاص في حياتك، المحيط اللي انت فيه اخدك منه، انت انشغلت عنه، انت خلاص. في الشخص دوت بيشوف ان انت عندك خفايا في حياتك او امور مخفية عنه، دي اللي بتثير شكوكه فيك.
فهو في الوقت الحالي هو شاكك ان انت مادام ان انت ساكت وعطيله ظهرك ومتحكم في مشاعرك وما بتبادرش زي ما كنت بتبادر، يبقى انت في عندك حد في حياتك. لكنه بيبص عليك وبيفكر انه يقدم لك شيء، بيفكر انه يتواصل معاك، بيفكر انه يكون متواجد في حياتك، وبيفكر ان هو يوجد طريق بينك وبينه، ولكن بطريقة غير مباشرة. عايز يقدم لك حاجة، اما يقدم لك عرض، يقدم لك هدية، يقترح عليك اتفاق انتوا الاتنين تتواصلوا مع بعض ونتفق عليه ونقدر نمشي حياتنا من خلال الاتفاق دوت. طيب طاقة العلاقة ديت يعني مر بيها الأون والأوف دي. يعني لو العلاقة بينك وبينه 3 سنين، فانتوا في ال3 سنين دي بعدتوا عن بعض 2.5 سنين بين التواصل والابتعاد، انفصال واتصال وتواصل وأوف وأون. علاقة ما كانتش مستقرة نهائي، ما كانش فيها أي استقرار. انتوا كنتوا مجرد ما تبقوا مع بعض وكويسين، يحصل شيء ما يحصلش شيء تلاقوا نفسكم بعدتوا، لدرجة انت يا صاحب القراءة فقدت الأمان في العلاقة دي، ما عندش مطمن. الشخص ده لما بيرجع لك بتبقى عارف انه راجع لشيء وهيبعد، او راجع عشان احتاج ان هو يلاقي حاجة كويسة، او يلاقي حب، يلاقي طبطبة، يلاقي احتواء، وبعدين يبعد. فانت فقدت ثقتك في انك تستمر في العلاقة دي. انت شفت ان العلاقة دي علاقة ما تنفعش تستمر رغم انك بتتمناها، لكن اللي حصل بينك وبين الشخص ده كان بيوصلك لدرجة انك لا انت بتثق في العلاقة، ولا بتثق في استمراريتها، ولا بتثق فيه، لكنك بتحبه. هو شاكك فيك. شايفة؟ شوفوا لما الكارتين رسائل الملايكة والرومانس، الاتنين مشكلة ثقة، فانتوا الاتنين فاقدين الثقة في بعض. وانتوا الاتنين على فكرة هو كمان فقد الثقة في العلاقة، هو حس ان العلاقة فقدت جمالها. العلاقة دي بالنسبة لكم بقت علاقة مرهقة. الشخص دوت كان بيرفضك يا صاحب القراءة. انت الشخص ده اتعمد انه يرفضك اكتر من مرة، وده انت كنت بتحسه في هروبه اللي كان غير مبرر، بعده اللي من غير اسباب، تغيره عليك حتى وانتوا مع بعض اللي من غير سبب. فانت حسيت انك ارهقت في العلاقة دي، بذلت فيها مجهود، تعبت، استنفذتك طاقيا استنفذتك معنويا. والمنكم اللي كان بيحاول يحتوي العلاقة دي ويحتوي الشخص ده بكل الطرق، لكن هو كان رافض اي خطوة منك حتى لو ما قالهاش صراحة، لكن انت كنت بتشعر بيه بردود افعاله الباردة المملة اللي مفيش فيها اللي انت كنت محتاجه، او اللي هو كان بيعطيهولك في اول العلاقة اول ما عرفتوا بعض. فانا شايفاك ان انت حسيت ان هي خلاص العلاقة دي بقت علاقة المشاعر فيها ماتت. فانا شايفاك ان انت خلاص تجاهلت الشخص ده وتجاهلت العلاقة واحتفظت بحب واعتبرتها علاقة حلوة عشتها، او امنية من ضمن امنياتك اللي انت ما قدرتش توصل لها. انا شايفاك كده كأنك بتقولي يعني هي جيت على دي، ما انا اتمنيت حاجات كتير وما حصلتش، بس انا كان عندي امل ان الشخص ده ما يسيبنيش. الشخص دوت اللي منكم انت اعلى منه ماديا، او انت اعلى منه في مستوى التعليم، او انت في شيء بيميزك عن الشخص ده، وده اللي كان مخليك مطمن او واثق ان هو لو لف الدنيا مش هيلاقي زيك. وهو على فكرة عارف وواثق ومتأكد انه لو لف الدنيا مش هيلاقي زيك. بصرف النظر بقى عن اي فروق بينكم، الشخص ده بيقول كده لان انت اعطيته من الحب اللي خلاه ما بصش اصلا لاي مميزات عندك ميزتك عنه. يعني بصراحة الشخص دوت ما كانش طمعان فيك، ما كانش عايز يستفيد منك، ما كانش عايز يستغلك، لكن هو طريقته طبيعي
معك ومع غيرك شخص مغرور، شخص متكبر، شخص عايز دايما اللي يثني عليه، عايز دايما اللي يمدحه، عايز دايما اللي يديله قيمته. فانت تعبت، انت اديت وضحيت وحاولت انك تتخطى حاجات كتير في العلاقة دي عشان تكمل، لكنه شايفاك وصلت لدرجة ان انت خلاص، يعني انت خارج من العلاقة دي. كنت بتحاول تحافظ، ده لو كان في باقي، تحافظ على اللي باقي منك. انا شايفة ان في ناس منكم اصيبت بامراض بسبب العلاقة دي، بسبب الرفض اللي حصل لك من الشخص ده في الوقت. الشخص ده اترفضك في الوقت اللي انت كنت واثق ومتأكد ان هو خلاص وصل لمرحلة ما عادش يقدر يستغنى عنك. انا شايفة ان كانت العلاقة وصلت لمرحلة استحالة كنتوا تبعدوا، وكانت لأول مرة بتوصلوا للمرحلة دي وانتوا الاتنين مع بعض. وعشان كده انت ما كنتش متخيل او ما كنتش مصدق، انت كنت تحت تأثير صدمة. في منكم اللي لسه مازال تحت تأثير الصدمة دي، وفي منكم اللي تخطاها، لكن تخطاها بعد ما مر بكل ما يؤلمه وكل ما يوجعه وخسر كل حاجة، وكان خلاص يعني هو بيموت لولا ان هو لحق نفسه عشان ما يموتش. طيب الشخص دوت في حياته علاقات اخرى، في اطراف اخرى في حياة الشخص ده، وغالبا ان في اطراف تدخلت لانهاء العلاقة دي. عشان كده الشخص ده خرج من العلاقة وكأنه رفضك، انت ظهر لك ان هو رفضك، لكن هو خرج من العلاقة دي وهو قليل الحيلة، ما عندوش مبررات، مش قادر حتى يعمل مشكلة عشان يخرج من العلاقة دي. اداك ظهره ومشى، لانه كان واقع في مشاكل كبيرة، وكان في اشخاص تدخلت انها عرفت او حست ان الشخص ده او الشخص ده اعترف لحد بحبه ليك يا صاحب القراءة، وفي كلام اتنقل عن العلاقة دي. ففي اشخاص سيطرت عليه، وكان مفروض عليه في الوقت ده عشان يقدر يحتوي المشكلة ان انت ما تكونش موجود في الصورة خالص، ولا حتى رنة تليفون ولا رسالة ولا مكالمة ولا اي شيء، كأنك ما دخلتش حياته نهائي. وده عشان كان يحتوي المشكلة اللي هو كان فيها ويحاول يعدي الموقف ده. فكان الطرف الضعيف اللي كان المفروض ان حبيبك ده يجي عليه كنت انت. الشخص دوت عمره ما عاش السعادة ولا الفرحة غير معاك انت، عمره ما داق طعم للدنيا غير معاك. اصلا الشخص ده من طبيعته ان هو شخص بيميل لانه يعيش دور الضحية، دايما شايف ان الدنيا جاية عليه، ودايما شايف ان الدنيا قاسية، وشايف ان اللي حواليه كلهم ما بيقدروهوش، وان هو لوحده. وجايز الشخص دوت مبتعد عن اهله، يعني في بلد غير اللي اهله فيها، كان في علاقة وانفصل وهو اللي قايم بكل حاجة في حياته. بس انا شايفة ان في حياته بعض الاشخاص، يعني في حياته اشخاص، يعني حتى لو هو منفصل فلا، في علاقة في حياته. فهو انا اسفة، الشخص دوت بعد بسبب سيطرة طرف عليه. الطرف ده كان بيخيره بينك وبينه، او بين هو، يعني حتى لو احنا هنقول، لان انا عندي اكتر من طاقة ظاهرة، يعني في طاقة عندي في الطرف ده، الطرف الشريك اللي معاه عرف بوجودك وخيره، يا انت يا هو، ولان طبعا ده بيت وكيان واولاد، فهو جه عليك انت يا صاحب القراءة واداك ظهره ومشى. وفي منكم ان الشخص ده حس ان هو في مشكلة، وعشان يحتويها بدون علم الطرف التاني، فبرضه جه عليك واداك ظهره ومشى، وحب
يختار الاطراف الاخرى اللي في حياته. على فكرة انا شايفة ان في اكتر من علاقة في حياة الشخص ده، يعني ممكن تكون زوجة وام، زوجة واخت، لان في اكتر من حد مسيطر عليه. الشخص دوت بيقولك رسائله ليك، بيقولك ما زلت احبك بنفس الطريقة ولكني لم اتغير. ما تغيرش، هو بنفس وضعه، مغرور، اناني، وقت المشكلة بيهرب، ما عندوش استعداد انه يواجهك. لن استطيع التخلي عنك. انا قلت لك هو متمسك بيك، بيقول لك لن استطيع التخلي عنك وناوي الرجوع. انا مشتت ولا استطيع اخذ قرار ولكني ايضا احبك. في كل رسالة بيقول لك ان هو بيحبك. احيانا ابقى مستيقظا افكر فيك. انت بتتخاطر معاه وهو بصراحة بيقولك انا بفكر فيك وبتخاطر معاك. الشخص دوت بيقولك ان انت يا صاحب القراءة شفت ان الشخص دوت تخلى عنك، ولكن هو ما تخلاش. رسالتين بيأكد لك فيهم انا ما تخليتش عنك، انا ما سبتكش، انا متمسك بيك. لكن هو كان بيعدي موقف، لكني شايفة ان الشخص ده خلال ما كان بيعدي الموقف الفترة اللي بينكم طالت. في طول الفترة الغياب دي دخلت الشكوك. انت شكوكك ناحية العلاقة اتأكدت ان العلاقة دي خلاص لا عادت هترجع ولا هينفع تستقر ولا انت هتحس بأمان فيها، وهو بسبب طول الغياب بسبب طول الغياب وعدم اهتمامك او رجوعك او الحاحك على الرجوع زي الاول او اي مبادرة منك او محاولة منك، فهو شك ان انت في حياتك اشخاص اخرى. بيقولك ساعود عندما اكون جدير بك. الشخص دوت صريح واضح، رغم ان هو اناني ومغرور بيحبش يعترف الا ان ديت اعترافات جاية من عقله الباطن. يعني بيقولك ما زلت احبك بنفس الطريقة ولكني لم اتغير. اعتراف. سأعود عندما أكون جدير بك فقط. هو عارف ان هو لغاية الوقت الشخص ده مش جدير بيك ولا جدير بالعلاقة، حتى لو هو شاكك فيك لكنه لسه محتفظ بيك ولسه بيحبك ولسه شايف ان هو يقدر يعيدك لحياته ويرجع لحياتك تاني، لكن مش الوقت. مفتقدك جدا وأتمنى أن أراك. أتمنى زي ما انت بتتمنى هو بيتمنى، زي ما انت بتتخاطر معاه هو بيقولك أفكر فيك وأحيانا أبقى مستيقظا وأفكر فيك. أنت ترى أني تخليت عنك ولكنك لا ترى ولا تعلم أسبابي. أنت بقلبي مهما كنت بعيد عني. أنت من تجذب لي السعادة والحب. بعدي عنك لأسباب خارجة عن إرادتي وإرادتك. هو شايف أن أنت لو عرفت مش هتقدر تضيف حاجة للعلاقة. بالعكس، الشخص ده بعده عنك لانه عارف واثق ومتأكد ان انت لو عرفت ان هو لو اتحط في اختيار بينك وبين حد واختار الحد التاني فطبيعي انت عمرك ما هتقبل ده وهتمشي. فهو كان مجبر انه يتكتم ويسكت وكأنه ما كانش معاك في العلاقة ويدي ظهره ويمشي. لكني شايفة ان فيه عودة من الشخص ده. هنا بيحاول يفكر في رجوع، بيحاول يقدم شيء، وهنا بيقولك ان هو هيعود لكن عندما يكون جدير بك. جدير بك دي لما يوصل للحاجة اللي هو بيفكر فيها هنا، الشيء اللي هو مركز فيه وبيفكر فيه. الشخص ده عمره ما بيتخيل حياته من دونك. طول ما انت مش موجود معاه طيفك حواليه. مهما كنت عبرت للشخص ده عن تعبك وان انت خلاص او انت اديت اشارات ان انت ما انتش عايز ترجع للعلاقة دي، الا اني شايفاه ان هو رافض تماما الاحساس ده. يعني لو انت رحت قلت له انا مش عايزك يقولك لا متهالك راجع نفسك تاني احنا ملناش الا بعض. هو شايف كده، هو بيقول ده في نفسه. فالشخص دوت ناوي يرجع لك يا صاحب القراءة. رسائله ليك كلها بتعبر عن مدى حزنه عن بعدك
وإن هو كان مجبر على الرحيل، واللي احنا شفناه بيأكد الكلام ده قبل ما نقول الرسائل بتاعته. الشخص دوت ما تخلاش عنك، لكنه كان بيحاول يتخطى مشكلة هو أضعف من إن هو يواجهها، وشايف إن أنت لو كنت عرفت بالمشكلة اللي هو بيمر بيها أنت كنت طبيعي هترفض إنك تكون طرف ضعيف في العلاقة، وكنت أنت اللي هتختار البعد. لكن هو شايف إن أنت لو عرفت وأنت اخترت البعد عمرك ما هتبعد، ما هترجع تاني. أما في الوضع ده بعدم معرفتك أو بعدم علمك بالأسباب اللي هو بعد عشانها، لما يرجع عنده استعداد انه يقدم لك مبررات واسباب حتى لو مش حقيقية، لكن عارف انه هيقدر يرجعك لحياته تاني، لان الشخص ده بيحبك، محتفظ بيك وعايزك وبيبص عليك وبيتابعك وبيراقبك. وعلى فكرة هقولها لك تاني، الشخص ده تحت تأثير الاشتياق وحنين اضعف منك. انت في طاقة ذكورية، هو في طاقة انثوية، وده مخليه هو أضعف منك، وده مخليه بيفكر بكل ما فيه إن هو يقدم أي شيء أو يدور على أي شيء عشان تكونوا مع بعض. الشخص دوت هيرجع يا صاحب القراءة وهيقدم لك عرض وهيتواصل معاك وهيكلمك، والعلاقة هتمشي بالطريقة اللي انت عايزها. لو انت عايز العلاقة تكمل، انا قلت لك ان انت بتتمنى ان ترجعوا لاول يوم اتقابلتوا مع بعض فيه، عشان انت تاخد العلاقة لطريق تاني او وضع تاني بحيث ان ما يكونش فيها نهاية. وانا شايفة ان هو لما يرجع انت هتقدر تعمل ده وهتحقق ده، لانك ما عادش عندك استعداد لا تترفض تاني ولا يتقلل منك تاني ولا تعيش لحظة ألم ووجع تانية بسبب العلاقة دي. وانا شايفة ان هو حاسس بكده وعارف ده، ومتأكد ان انت في وقت ما هتقبل ترجع ليه مش هيكون بالساهل، وهيكون لك شروط، وهيكون لك اعتراضات على امور كتير انت كنت بتقبلها. انا شايفاك مش هتقبلها وهو عارف انك مش هتقبلها يا صاحب القراءة. فكل رسائل الشخص ده ليك ان هو مشتت من غيرك، مش قادر يعيش من غيرك. يقول لك انا مشتت ولا استطيع اخذ قرار لكني احبك، لن استطيع التخلي عنك وناوي الرجوع، ما زلت احبك بنفس الطريقة ولكني لم اتغير. أنا بعد لكم الرسائل تاني، ولكني لم أتغير، أحيانا أبقى مستيقظا أفكر فيك، بعدي عنك لأسباب خارجة عن إرادتي وإرادتك، أنت من تجذب لي السعادة والحب، أنت بقلبي مهما كنت بعيد عني، أنت اللي ملكت القلب والروح. بس دي رسائل الشخص دوت ليك، وأتمنى تكون رسائله مرضية ليك، وطاقتك وطاقته وطاقة العلاقة بإذن الله تكون موفقة، واشوفكم على ألف خير. الشخص دوت على فكرة فعلا مشتت، أنا عايزة أقولكم إن أنا اتشتت، أنا مش عارفة أنا بقول إيه. ففعلا فعلا الشخص دوت مشتت، وانت هتعرف ده. الشخص دوت يا صاحب القراءة بيمر بمشكلة، معلش أنا لازم أقول أي حاجة أحس بيها أو أشوفها تظهر قدامي لازم أقولها. الشخص ده بيمر بمشكلة كبيرة الفترة دي، جايز عنده مشكلة مادية مشتتاه، جايز الشخص ده بيمر بحالة انفصال عن الطرف الآخر في حياته. وعلى فكرة الانفصال ده هيكون بنسبة 75%. الشخص ده، وأتمنى اللي يسمع القراءة دي لو في يوم من الأيام خلال شهرين 3 اللي أنا بقوله ده حصل، ادخلوا اكتبولي في الكومنتات. الشخص ده فيه ظنون تجاه الطرف الآخر وشك فيه، وتأكد ان الطرف الاخر بيخونه او على علاقة مع حد، وهيحصل انفصال في العلاقة دي. الشخص دوت لوحده، ده كأنه عايزني اقول، انتوا متخيلين انا بنهي القراءة كأنه بيقول لي قولي، عرفيهم، اتكلمي، اللي انا مش قادرة اقوله قوليه. الشخص دوت لوحده، يعني هو تركك وسابك عشان يحتوي مشكلة، لكن انا بأكد لك ان الشخص دوت لوحده حتى لو هو في علاقة، إلا إنه منعزل تماما عن كل اللي حواليه، عايش حياته لوحده. عمل زي، عارفين لما نقول ست ملهاش حيلة فبتسكت وما بتتكلمش وبتعدي يومها؟ الشخص ده كده سواء راجل أو ست.
الشخص ده بيمر الوقت في الوقت الحالي بكل ألم انت تألمته يا صاحب القراءة، وبكل وجع انت اتوجعته، وكل إحساس حسيته تجاهه هو حسه تجاهك. حتى الرفض، كون ان هو يشوفك ان انت انشغلت عنه بمحيطك او في حد دخل حياتك، فهو الوقت حس ان هو مرفوض زي ما هو رفضك في يوم من الايام. بس كفايه كده ان هو عنده كلام كتير على فكره، ومشاعره فيها حاجات كتير قوي. فهنكتفي عشان ندخل على اصحاب المجموعه التانية. لكن انا قلت لكم اللي يخليكم تعرفوا حالته الوقتي ووضعه الوقتي، لانه بجد هيجتهد انه يوصل لكم تاني وامنيتكم هتتحقق. انا شايفه ان منكم كان بيتمنى ان الشخص دوت يجي يقول له ما تزعلش حقك عليا، هيجيلك ويقول لك ما تزعلش وحقك عليا، وهيقول لك سامحني، وهيعترف لك بكل حاجه مر بيها، وانت هتسمع ومش هتكون مصدق اللي الشخص دوت بيقوله. وبكده اصحاب المجموعه الاولى تمام. يلا نوقف الفيديو عشان نتنقل لاصحاب المجموعه التانية. يلا بينا حبايب قلبي اصحاب المجموعه التانية واللي اختاروا الحجر الابيض. او لو اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ت خ م ث ذ ز ض ش ص غ ق ل واو، لو اول حرف من اسمه في المجموعه دي، تعالوا يلا نشوف قراءتكم هتقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله اللطيف بسم الله اللطيف بسم الله اللطيف. هناخد طاقتك وطاقته وطاقه العلاقه. بسم الله، وبعدين نشوف رسايله ليكم ايه. المجموعة الأولى على فكرة أنا حسيت إن أنا حتى صوتي تعب بسبب الشخص ده بجد. في ناس هتدخل تسمع المجموعة التانية، في ناس هتدخل من المجموعة الأولى تسمع المجموعة التانية. بسم الله، اكتبوا لي بقى في الكومنتات. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقتك وطاقته وطاقة العلاقة. بسم الله. أصحاب المجموعة انتوا مالكوا في ايه؟ انتوا في لحظة تمنيتوا ان العلاقة دي تنتهي. طيب خير لما ده تطلع في طاقة العلاقة يبقى ده خير. بسم الله. انا عايزه اقول لكم ان العلاقه ديت من اولها كده فيها عوده، فيها رجوع. الشخص دوت هيرجع لكم. في لسه ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان تبقوا زي المجموعة زي المجموعة الأولى بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلاقة ديت هترجعوا فيها عودة توأم روح، 2 توأم روح. رسالة زيادة هي كمان. طيب أصحاب المجموعة التانية، أنا عايزة أقولك إن أنت طاقتك فيها أنت مش مرتاح، مش مبسوط. أنت نفسك تروح للشخص ده وتتواصل معاه وتتكلم معاه، لكن في شيء بيوقفك، بيخليك تقول لأ، ترفض. في حاجة موقفة خطوتك للشخص ده والعلاقة دي. انت شايف ان انت عايز ترجع للشخص ده او تتواصل معاه، لكن مش اي تواصل. نفسك تروح تتكلم معاه وتعرض عليه امر، او تتكلم معاه او تعرض عليه بعض الافكار، او يبقى في مناقشة بينك وبينه، لكني شايفاك ان انت في شيء كل ما تاخد خطوة، كل ما تكتب رسالة، كل ما تحاول تجيب رقم وتتصل بيه، في حاجة بتوقفك. رغم ان انت اصلا شخص مندفع وشخص بتحب كل حاجة بسرعة، ما انتش بطيء، ما انتش ممل، ما عندكش صبر انك تنتظر حد او تستنى حد، لكنك في الطاقة دي سبحان الله في حاجة مسيطرة عليك، مؤثرة عليك، انت ما انتش قادر تخرج من تحت تأثيرها، او انت في الفترة دي بتحاول تحرر نفسك عشان تاخد الخطوة دي وتروح تتواصل مع الشخص ده. لان انا شايفة ان رغم الطاقة السلبية اللي مسيطرة عليك وموقفاك، اللي انك بتحاول وبتجتهد انك تجيب شيء او تعرض امر، او يبقى في اتفاق بينك وبين الشخص ده، وما ينفعش حد يتكلم معاه غيرك انت، او محدش هيبقى صاحب الاتفاق ده الا انت. انت عندك افكار للعلاقة دي، وعندك حلول لمشاكل العلاقة دي، وتقدر تحل المشكلة بتاعت العلاقة دي، لان انت عارف وحافظ شريكك. فانا شايفاك لو انت ما زلت تحت سيطرة الحاجة اللي موقفك، اللي انت مش عارف ايه هي، جايز هقول مثلا انت عازز عليك نفسك، صعبان عليك نفسك ان انت اللي تروح وتبدأ، لكني شايفاك انت نفسك تروح تكلم هي كده، هي دي. انت صعبان عليك نفسك انك تبعد عنه، وصعبان عليك نفسك انك تروح للمرة يمكن التانية او التالتة عشان تعرض عليه الرجوع، لكنك نفسك تاخد الخطوة دي. والمنكم يا أصحاب المجموعة التانية اللي هياخد الخطوة دي لما يشوف إن، أو لما يوصل لطريقة يقدر يدخل بيها للشخص ده. طيب طاقة الشخص دوت شايف إن أنت، إن هو له حقوق عندك،
وجايز انت يا صاحب القراءة عارف ان انت اجيت على الشخص ده، او كان ممكن ان انت تتغاضى عن بعض الامور، او ان انت موقف اخدته ما كنتش تاخده، او موقف كان المفروض تاخده ما خدتوش، فعشان كده الشخص ده زعلان وحزين. فانت عارف ان انت المفروض ان انت اللي تروح تراضي، او ان انت اللي تروح تصالح، او انت اللي تروح تقول انا موجود. المهم ان البداية تكون عندك انت كمان عارف يا صاحب القراءة، لان انا شايفاه رافع سيفه بيقول انا عايز حقي، انا عايزك تيجي تراضيني، انا عايزك تيجي تصالحني، انا عايز اكون معاك لان انا بجد تعبان من غيرك. هو بيقول لك كده، الشخص دوت تعبان من غيرك. الشخص ده في حياته مشاكل كتير جدا، وفي امور اخفاها عنك عشان ما يحملكش فوق طاقتك، او ان ما يحملكش مشاكله. قالك انا اقدر امشي اموري، انا اقدر اوازن حياتي، انا اقدر، او انا كفيل بمشاكلي، فما قالكش. ويمكن ده اللي خلاك في لحظة من اللحظات حسيت ان الشخص ده بالنسبة لك شخص غامض. الشخص دوت مش غامض قد ما هو حساس قوي، ما بيحبش يكون ضعيف قدام حد، ما بيحبش دايما يتكلم عن مشاكله، ما بيحبش يكون يعني اللي جناحه مكسور او الطرف المكسور في العلاقة. لا، مهما كان في من وجع وألم بتلاقيه واقف وصامد وبيتكلم وبيظهر عكس اللي جواه. ويبقى يعني ممكن انت تلاقيه الشخص ده لسه بيبكي قدامك، لكنه بيطلع للناس بمنتهى القوة والسعادة. فانت تحتار يا ترى انت مين، هو انت كنت بتضحك عليا ولا انت بتضحك على الناس وعلى نفسك؟ وغالبا انت كنت بتفكر ان هو بيضحك عليك انت، او كان بيتعمد انه يظهر لك الجانب ده عشان يستعطفك. لكن هو لا، هو كان معاك واضح جدا وصريح جدا. فكان الجانب اللي ما بيظهرش قدام حد كان بيظهر قدامك، لكن في اللحظة اللي حس فيها ان انت ممكن تعطيله ظهرك، او ان انت تتجاهله، او ان انت ترفضه، بيستمد تاني بسرعة، بيسترجع قوته اللي بيظهر بيها قدامه، بيعاملك زيك زي اي حد، وكأنه ما كانش ضعيف قدامك، وكأن ما كانش في بينكم اي حب. انت استغربته، انت ما انتاش عارف. طيب انا لو رحت له هيبقى الضعيف اللي كان معايا وفي حضني وبين ايديا، ولا هيبقى الشخص القوي اللي بيظهر قوته للجميع وسعادته وان مش فارق معاه شيء؟ وصلك لكده. الشخص دوت بيتشافى يا صاحب القراءة، بيتشافى من بعض الامور، بيتشافى من مشاكل داخلية. الشخص ده من كتر ما هو بيتعمد يظهر عكس اللي جواه، بقى زي ما يكون عنده انفصام في الشخصية. هو نفسه تعب من كتر ما هو بيتعمد ان هو يخفي ويكتم ويداري ويظهر بصورة مختلفة تماما. وده اللي خلاه في الفترة دي بادئ يتشافى ويدور على نفسه، ويدور على فين الحقيقة، انا مين في دول. الشخص دوت في لحظة من اللحظات ما بقاش عارف هو الحزين اللي عنده مشاكل كتير والمفروض مشاكل دي تكسره، ولا هو اللي بيتظاهر بالقوة والسعادة والبهجة والمرح والفرح والاحتفالات. لا عاد قادر يظهر ده، ولا عاد قادر يعيش الحزن، بقى مشتت بين الاتنين. فهو في الوقت الحالي الشخص ده لو بعد عنك فهو بيتشافى، بيحاول يسترد قوته، بيحاول يبقى بره زي جوه. خلاص هو تعب، الشخص ده تعب من نفسه قبل ما يتعب من اي حد. طاقة العلاقة دي فيها خطوة، الخطوة دي منك او منه. على فكرة انتوا الاتنين بتفكروا في خطوة رجوع، انتوا الاتنين نفسكم تبقوا مع بعض،
انتوا الاتنين بتتمنوا لحظة ما واحد فيكم يبدأ بكلمة للتاني، ولو واحد فيكم اتأخر التاني هيبدأ. في خطوة في العلاقة دي وغالبا هتبقى منك انت يا صاحب القراءة. لا، الخطوة دي منه هو، الخطوة دي من الشخص ده. هيجيلك وهيتكلم معاك وهيتواصل، لكن هيجيلك وهو رافع سيفه، هيجيلك وهو عصبي ومتنرفز ومتضايق ومش هيسمعك كلمة طيبة. عارف اللي هو داخل لك ها عامل ايه، انت كويس، انا بص انا متضايق انا مخنوق انا مش طايق نفسي بس انا عايزه اتكلم. هيدخل لك كده، مش هيدخل يسايس ويدادي ويطبطب ويقول لك انت وحشتني. لا، هو شايف ان الطريقه دي لو دخلك بيها دي اللي هتخليك تقبله. هيكلمك وهيتواصل معاك، كل حاجه انت منتظرها من الشخص ديت هتحصل. كارت الملائكه طلع بيسيس التوازن والايجابيه والسعاده والتواصل والفرحه والنجاح. كل شيء حلو بتتمناه تشوفه من الشخص ده هتشوفه، لكن مش الوقت. الشخص دوت هياخد لك خطوه، لكن الخطوه دي هتكون بطيئه جدا 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 يا صاحب القراءه، لان هو الوقت في مرحله تشافي. في اللحظه اللي هيتشافى فيها وهيبقى كويس وهيبقى وصل لان هو فعلا شايف ان هو يقدر يدخل لك، لان مش هيدخل لك بضعف. الشخص ده مش هيدخل لك وهو ضعيف ولا مكسور. الشخص دوت هيدخل لك بمنتهى الغضب. عارف هتبقى معايا، يعني هتبقى معايا انت ليا انا وبس. انا شايف بقول لك كده، انت ليا انا وبس، انت مش لحد غيري. حتى لو انت حاولت تبعد انا هلف وهجيلك من الجنب التاني ومش هسيبك. مش هيسيبك الشخص ده. الشخص دوت شايف ان انت توأم روحه، وشايف ان العلاقة دي من العلاقات الصعبة، وعارف ومتأكد واثق ان رجوعه ليك او وصوله ليك ما عادش شيء سهل، لكنه هيعبر، هيتكلم. هو عارف ومتأكد انه لو عبر عن اللي جواه بطريقة معينة هيقدر يملكك تاني يا صاحب القرار. الشخص دوت حافظك وعارف مداخلك وعارف ان انت بتحب المجازفة. هو مش المجازفة، انت عايز الشخص اللي يحارب عشانك. يعني انت ليا يبقى انت هتبقى ليا برضاك، غصب عنك هتبقى ليا. هو شايف ان انت كده وهو هيدخلك بالطريقة دي. فعشان يدخلك بالطريقة دي لازم يتشافى تماما. الشخص ده بيبحث عن حياته من اول وجديد، مشغول جدا بانه يتشافى ويحاول يلاقي وضع جديد لحياته مختلف عن اللي هو كان فيه. بيصلح حاجات. على فكرة الشخص ده تشافيه مش تجاهك انت بس، الشخص دوت بيصلح حاجات كتير قوي في حياته، ومن ضمن الحاجات اللي المفروض ان هي تتصلح علاقتكم ببعض. هو شاف ان هو كان مقصر في العلاقة دي او اخطأ في العلاقة دي، رغم ان هو شايف ان له حقوق، لكنه في حالة تشافيه بدأ يشوف كل حاجة بوضوح. اللي كان مفروض عليك تعمله فبيلوم عليك فيه، واللي كان مفروض عليا ان انا اعمله فبيلوم على نفسه كمان. فانا شايفه ان هو الوقت بادئ يحدد اهداف، يحدد اتجاهه، يحدد هو عايز ايه ومش عايز ايه، عايز يكون مع مين ومش عايز يكون مع مين، مين اللي يستحق يتعامل عشانه مجهود ومين اللي ما يستحقش يتعامل عشانه مجهود. والشخص ده عارف متأكد ان انت اكتر حد في حياته يستحق ان يتبذل عشانه مجهود. الشخص ده بيقول لك افتح قلبك. الشخص دوت هيجيلك وهيجيلك بخطوة بطيئة جدا، لان هو في حالة او في مرحلة تشافي. وقت ما يخرج من مرحلة التشافي دي هيكون عنده هو نفسه، هيكون ايجابي، بس ايجابية حقيقية من جواه، مش تمثيل، مش اظهار عكس ما بداخله. هيتغير، هيتبدل. فالموضوع ده مش عايز يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2، هياخد وقت. وهيجيلك يقولك افتح قلبك للحب، عبر عن مشاعرك. احنا الاتنين محتاجين نكون مع بعض، احنا الاتنين بنكمل ببعض، احنا الاتنين سعادتنا مع بعض، احنا الاتنين لو ما قدرناش نحط ايدينا في ايدين بعض ونحافظ على بعض
هنخسر مرة بعض ومش هنعرف نرجع تاني. شخص بيقول لك أحببتك ولكن لم أستطيع أن أكون لك كما تمنيت. شفت بقى، شفت الرسالة؟ أحببتك ولكن لم أستطيع أن أكون لك كما تمنيت. هو الوقت اكتشف، هو عرف إن هو زي ما كان بيلوم عليك بيلوم على نفسه. هو عرف إن هو برضو ما كانش ليك زي ما أنت عايز، هو قصر. متمسك بك حتى في بعدك عني، حتى لو أنت بعيد متمسك بيك، وبيحاول يصلح نفسه ويصلح حياته ويداوي جراحه اللي كانت سبب في ان يحصل مشاكل كتير انت يمكن ما كان لكش دخل فيها، لانه متمسك بيك حتى وانت بعيد. لا ألوم عليك، أعلم جيدا أنني السبب. أنت توأم روحي، سوف تعلم يوما ما بحبي لك. انتظرني ولا تمل لدي أسبابي، سأخبرك بكل شيء وستسامحني لأنك ستصدقني. هو واثق وعارف ان الدخلة اللي هيدخل لك بيها انت استحالة ترفضها، استحالة تهرب منه تاني، استحالة تديله ظهرك، استحالة ان انت ما ينفعش ان انت ما تكونش شخص اصلا لايم على نفسه، مكسوف من كل تصرفاتي معك ولا اعلم كيف اقترب من جديد اليك. بيدور على طرق جديدة، بيبحث عن نفسه من جديد، بيبحث عن كل شيء ممكن يعيد للعلاقة دي شغفها من أول وجديد. أنت من يشبهني، أنت توأم روحي وأشعر بما تشعر به. رسالتين من مجموعتين مختلفين، أنت توأم روحي، وهنا علاقة من الباست لايف من الماضي. تمام. أنت من يشبهني، أنت توأم روحي وأشعر بما تشعر به. هو بيمر بكل اللي أنت بتمر بيه. لا أستطيع التوقف عن التفكير فيما كنت تشعرني به. مش قادر يبطل يفتكر أو يفكر في اللي أنت كنت بتعتهوله. شخص معترف بكل حاجة. على فكرة أنا الشخص ده صعبان عليا والله. أشعر بعلاقة خاصة معك لم أشعر بها من قبل. الشخص دوت بيشعر بيك أو بيعيش معاك لحظات حميمية وكأنك معاه. الشخص دوت أنا قلت لك حاجة، قلت لك الشخص دوت نفسه يحضنك، نفسه تبقى أنت في حضنه. هو عنده إحساس إن هو لو خدك في حضنه. أنا قلت لكم في حد المجموعة الأولى دخل المجموعة ديت، في حد دخل المجموعة الأولى دخل في المجموعة دي. الشخص دوت حاسس إن هو لو حضنك أو خدك في حضنه أنت هتنسى له كل حاجة، كل مشاكلكوا هتزول بحضن. عشان كده هو عارف واثق متأكد ان هو مهما يكون تواصله معاك هيجيبك، يعني هيكون عنيف معاك. حتى لو هياخدك في حضنه فهتلاقيه ياخدك بقسوة بحيث انك تحس بمدى احتياجه واشتياقه وحنيته عليك واحتياجه ليك. لكنه معترف، يعني هو معترف بأخطائه، معترف ان هو كان مقصر معاك في العلاقة دي. صريح واضح لكن بدون تلاعب. يعني هو لدرجة انه بيقولك انا مكسوف منك، مكسوف من كل تصرفاتي معك ولا اعلم كيف اقترب اليك من جديد. هو اللي هياخد ليك خطوة يا صاحب القراءة، هو اللي هيجي لك، هو اللي هيقرب منك، هو اللي هيساعد نفسه ان هو يتشافى، هو اللي هيساعد نفسه ان هو يوصل لطرق جديدة في العلاقة دي، وهو اللي هيعرف ازاي هيقرب منك في العلاقة دي. لان الشخص ده ما يقدرش يستغنى عنك، هو متمسك بك حتى لو انت بعيد عنه، عمره ما هيسيبك. فأنا مجرد ما يطلع لي الكارت ده ويطلع لي كارت زي ده، فأنا بقول لكم العلاقة دي ليها كمالة، هتكمل وهتكمل بشكل حلو قوي بدون مجهود منك يا صاحب القراءة. لأن المجهود كله في العلاقة دي هيبقى على الشخص ده، هو اللي هيبذل مجهود عشانك، هو اللي هيحاول يخليك ترجع تاني معاه أفضل من الأول، هو اللي هيخليك أنت اللي تتمنى انك ما تبعدش عنه ثانية بعد ما هتشوف اللي هو هيقدمه ليك لما يرجع لك متشافي. الشخص دوت ما بيشعرش بأي مشاعر رومانسية غير معاك نهائي.
نفسه يقضي معاك افضل اوقات حياته، عايز يعيش معاك الحب، عايز يعيش معاك السعادة، عايز يعيش معاك المتعة، عايز يعيش معاك الشغف، عايز يعيش معاك لحظات وانتوا بتبنوا وبتأسسوا العلاقة دي من اول وجديد. ودي كانت رسائله ليك، واتمنى يا رب ان القراءة للمجموعة الاولى والمجموعة التانية تكون تمام. اشوفكم على الف خير، فيديو جديد. اصحابي اصحاب المجموعة عائلة الجديدة، ما تنساش لو انت بتشوفني لأول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. متابعيني حبايبي ما تنسونيش من اللايك والكومنت، واتمنى ان انا يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله هنرجع باذن الله من الفيديو ده، هنرجع ناخد القراءات الخاصة. انا كنت وقفتها لان كان عندي امتحانات بناتي وكده وكنت مشغولة، فمكنتش عايزة طاقتي تأثر على حد. اما الحمد لله احنا من بكرة بإذن الله اجازتنا هتبدأ، فهنبدأ تاني ناخد من الكومنتات اكتر حد صاحب تفاعل، ونجاوب على سؤال او رسالة او اجابة على سؤال بنعم او لا. انتوا عارفين النظام وعارفين الدنيا بتكون ازاي. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.